السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة ونارية بإذن الله تعالى. قبل البداية والنهاية لا ننسى دوما الدعاء لإخواتنا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. ولما تلاقيني دخلت الحلقة على طول بدون مقدمة تعرف إن حلقتنا لا تحتمل مقدمة، وإن حلقتنا النهاردة نارية بمعنى الكلمة. لكن قبل ما يبدأ حلقتنا النارية لازم كده نقول لكم على حاجة مهمة جدا. طبعا نادي الزمالك يتعاقد مع مين؟ مع محمود بنتاك. ما علينا، هو محمود ده يعني نادي الزمالك بيتعاقد معاه لماذا؟ عشان فري ما بيلعبش مع النادي بتاعه، ثم النادي الزمالك اللي هو خده بدون ما يدفع ولا مليم، براتب اللاعب فقط بدون اي حاجه. فطبعا كانت صفقه سهله جدا بالنسبه لنادي الزمالك، والفريقه ما كانش عايزه، اللي هو كان عايز يخلص منه من الاخر. طيب عايزين نقول لكم على حاجه تانية مهمه تخص برضه نادي الزمالك قبل ما ندخل اخبار النادي الاهلي. لكن قبل ما نتكلم في اي حاجه، حط اللايك بتاعك الجميل دعما لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا ليساعدك. طيب نتكلم على الحاجه التانية، وايه هي الحاجه التانية؟ وهو هروب صفقة نادي الزمالك. يعني ايه هروب صفقة نادي الزمالك؟ يعني كان في لاعب جاي لنادي الزمالك خلاص هيسافر، المفروض كان وصل اصلا يوم الخميس او اللي هو المفروض كان وصل امبارح يعني، لكن ما وصلش ليه؟ اعتذر لنادي الزمالك بسبب ان والده حصل له وعكة صحية. طيب المهم ان اول ما الخبر اتنشر بقى النادي الزمالك خلاص قرب ان هو يتعاقد مع اللاعب كريم البركاوي او البركاوي. قال لك مين بقى؟ الاستاذ عمرو الدرديري قال حته حلوه قوي. قال لك رغم اموال الخليج البركاوي يختار التاريخ. استاذ عمرو، انا اخر تاريخ فاكره لنادي الزمالك كان 27 نوفمبر 2020. 27 نوفمبر 2020، ومش اي حد هيعرف ايه اللي حصل في التاريخ ده. فما تكلمنيش عن اي تاريخ في نادي الزمالك واللاعب بيديكم بومبا وبيروح يجدد عقده او بيتعاقد مع نادي الرائد السعودي وخلاص، يعتبر خلصوا كل حاجه بعد ما كان موقع لنادي الزمالك. وشكرا بعد ما كان جاي عشان يوقع نادي الزمالك، وشابوه لاداره نادي الزمالك ونادي الزمالك على البومبا اللي خدوها في صفقه البركاوي. كما تعودنا دوما، الزمالك يختلف عن الاخرون. الزمالك بطل العالم وافريقيا وكل حاجه في الايقافات. الزمالك بطل كل حاجة فيها غرامات. الزمالك ليه فيلا في الفيفا باسم شكاوي نادي الزمالك. طيب ندخل على حاجة تانية معانا النهاردة، وهو برضو موضوع القيد اللي اتفك. القيد الافريقي بيتمد من يوم المقرر طبعا ان هو كان يتقفل يوم 31/8، لا اتمد ليوم 12/9، وده فيه فايدة كبيرة جدا عن نادي الزمالك. لماذا؟ لان هو ما تعاقدش مع اي صفقات. طيب اشمعنى مع نادي الزمالك واشمعنى القيد اتمد؟ ومين اللي مد القيد؟ هاني ابو ريدة حبيبي الزملكاوية هو اللي مد القيد ليه؟ عشان الزمالك ما عملش اي صفقات. طيب هل ده هيعود على الاهلي بحاجة؟ طبعا هيعود على الاهلي بحاجة، لان النادي الاهلي في صفقات عايز يخلصها. طيب اول حاجه كده، اللي هيتأيد قبل يوم 31 ده هيلعب ماتش السوبر الافريقي. اللي هيتأيد بعد يوم 31 ده مش هيلعب دور 32 في الكونفدرالية ودور 32 في دوري ابطال افريقيا. دي معلومه كان لازم تعرفوها. ندخل في الجد واجتماع الخطيب اللي كلنا عرفنا يعتبر تفاصيل الاجتماع وايه اللي حصل في الاجتماع. لكن في حاجة مهمة جدا قليل جدا اللي عرفها، واللي عرفها قرار الكابتن محمود الخطيب هو وأمير توفيق في موضوع محمد علي بن رمضان. ايه قرار الاهلي في محمد علي بن رمضان؟ قرار الاهلي والكابتن محمود الخطيب قال لأمير توفيق، قال له خلص محمد علي بن رمضان، خلصوا، احنا عايزين اللاعب ده. مصر كلها اصر على اللاعب، الجمهور
عايز اللاعب، الجمهور عايز اللاعب، واحنا عايزين نحقق رغبة جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي اللي مفيش اكبر ولا اعظم منه في القارة كلها. فلا حقق رغبة الجمهور، وبعد قليل يتم الاعلان عن صفقة بن رمضان، لان خلاص بن رمضان اصلا النادي الاهلي اتفق على كل حاجة، يعتبر بقطوش كده بسيطة لإنهاء محمد علي بن رمضان ليكون أهلاوي. توقع معايا إمام عاشور جنبيه محمد علي بن رمضان، وراهم مروان عطية. يا له من عظمة، يا له من فريق كبير. الأهلي بمن حضر برضو أكيد، لكن برضو ده عامل مؤثر هيأثر بشكل إيجابي على النادي الأهلي. طيب ده بقى موضوع بن رمضان. طب بن رمضان هيخلص ازاي سيادتك والقندوسي رافض ان هو يمشي؟ لا، ما انا ما قلتلكش ان القندوسي رسميا بيمد اعارته مع نادي سيراميكا كليوباترا، او نادي سيراميكا بيمد اعارة القندوسي ومكمل معاهم مع سيراميكا لحد ما النادي الاهلي يطلب استرجاع القندوسي، واتمنى ذلك يا جماعه. القندوسي يا جماعه جامد، بس القندوسي مش هيرجع طول ما مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي، زي طبعا ما حصل مع كهربا برضو كان مع موسيماني بطيخ، ما كانش متواجد مع موسيماني، واول ما نزل مع مين؟ مع السويسري، الجوهرة السويسرية، ابدع في الملعب. طيب ده كان موضوع محمد علي بن رمضان، وكان موضوع القندوسي طبعا حصلت كلام معاه هو والكابتن محمود الخطيب، واتفقوا على كل حاجة، وتمت اعارته رسميا الى نادي سيراميكا كليوباترا. ايه بقى التفاصيل المهمة جدا في موضوع اقالة حسام حسن وابراهيم حسن؟ اللي حصل باختصار شديد، اللي حصل ان في 6 لعيبه فقط في معسكر المنتخب المصري. انت عارف يعني ايه 6 لعيبه في معسكر المنتخب المصري العظيم العريق اللي مفيش من 2؟ عارف يعني ايه؟ هقول لك انا يعني ايه. يعني الانديه تمردت على حسام حسن في روايه احدهم. طيب في روايه احدهم ازاي؟ اقول لسيادتك مين اول ال6 لاعبين اصلا اللي حضروا مع المنتخب؟ هم حمدي فتحي والمهدي سليمان والشامي وبيكهام وخالد صبري واسامه فيصل. دول اللي انتقلوا. فين لعيبه الاهلي؟ فين لعيبه الزمالك؟ فين لعيبه بيراميدز؟ هقول لك انا حاجه اهم. طيب اول حاجه كده على اقاله كابتن حسام وابراهيم حسن، الاخوه حسام وابراهيم حسن، الاقاله لا حقيقة لها من الصحة ولا الهوى، ومحدش قال ان هم يطلعوا يستقالوا. والكلام اللي على السوشيال ميديا ده كله خطأ. الكلام ده كله ما هي الا اشاعات مش اشاعات حتى، لان هم باقيين. الناس كلها مستنيين ان هم يستقيلوا بعد طبعا ان الهجوم الكبير جدا من الفرق، والفرق مش عايزه تدي لعيبه. طيب الخطأ عند مين؟ الخطأ عند اتحاد الكوره اللي وافقت على اقامه المعسكر دلوقتي، واللي وافقت ان يبقى فيه اصلا منافسه في الدوري المصري شغاله لحد دلوقتي، في الوقت اللي انت عندك فيه ماتش مهم جدا امام كاب فيردي يوم 6 اللي جاي. طيب ازاي يبقى فيه منافسه وكاس مصر؟ يعني منافسه المفترض ان هي قويه شغاله وانت عندك معسكر. ازاي سيادتك المواعيد دي ما توافقتش مع المواعيد دي وانت اللي حط الجدول؟ فانت مستني اللعيبه تروح ازاي يبقى عندك منافسه في الفتره اللي انت الدوري المصري بتاعك متاخر 100 سنه، متاخر عن كل الدوريات كلها بدات واحنا لسه ناهيين الدوري بتاعنا. ازاي يبقى عندك معسكر للمنتخب وانت سيادتك لسه مخلص الدوري واللعيبه في فتره استشفاء وفتره راحه وفتره سفر ولعب وتنطيط؟ ازاي سيادتك؟ دي مشكله مين؟ ولا مشكله الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا حتى سموحه. دي مشكله الاتحاد، مشكله رابطه الانديه.
لان سيادتك انت لو نظمت وقتك خلاص، لو نظمت المواعيد وعارف انت وراك ايه وعندك ايه ورايح فين وجاي منين، لو الدوري المصري اتظبط وزي ما بنقول من كذا شهر ومن كذا سنة، الدوري لازم يتلعب من دور واحد، النص اللي فوق يلعب على الدوري والنص اللي تحت يلعب على الهبوط عشان نخلص الدوري بسرعة، عشان نبقى زي بقية الدوريات. وبعد يا سيدي ما تخلص دنيتك يبقى نزل كام فرق يا سيدي، هبط 3 وطلع 2، هبط 3 وطلع 2، افضل اللي كده في الدوري خليه دوري محترم، اظبط الدوري بتاعك. مشكلتنا مش في مشكلة الأندية النادي الأهلي هيبعت لعيبته يوم 1 الجاي، نادي بيراميدز هيخلص ماتش نهائي كاس مصر أمام زد يوم الجمعة اللي هو النهاردة، وعندك برضه لعيبة زد برضه، لو في لعيبة من زد هتنتقل إلى الاتحاد أو هتنتقل إلى المعسكر. فالمشكلة ولا عند الأهلي ولا عند الزمالك ولا عند أي فريق، المشكلة في مواعيد طبعا الرابطة الكارثية. طيب كوبري محمد عبد المنعم، رسميا كده محمد عبد المنعم ينتقل إلى نادي نيس الفرنسي. والله صراحة ينتقل إلى نيس الفرنسي. طيب والناس بتقول لك بقى بتوع الزمالك ياه ده احلى كوبري، يا جماله يا جماله محمد عبد المنعم ثنائيه خطيره هو والونش. خدوا كوبري، خدوا كوبري، انا مش زعلان يا سيدي، احلى كوبري. خد محمد عبد المنعم وعليه بوسه. لماذا؟ انا ليه مش خايف؟ اخاف ليه؟ اخاف ليه سيادتك وانا بايع محمد عبد المنعم ب4 مليون دولار و840 الف، 4 مليون دولار و840 الف، 200 و500 الف جنيه. خدوا احلى كوبري، احلى كوبري بالنسبه للنادي الاهلي. انت لو هتيجي تاخده من النادي الاهلي تقول الاهلي انا عايز اللاعب ده وهدفع لك فيه كذا، الاهلي مش هيقول لك لا بقى كوبري ومشوار والكلام ده. لكن محمد عبد المنعم خدها مني ثقه، يوم ما هيرجع على مصر مش هيرجع على النادي الاهلي، وده الكلام اللي شبه قال الاهلي ليه افضليه كبيره عليها جدا، وكان ليا الشرف ان انا يرتبط اسمي باسم النادي الاهلي. في اخر الكلام طلع وقالوا بعد انتقاله لنيس، ونيس لديه الفرعون الجديد. هو ده كان تقديم محمد عبد المنعم، تقديم عظيم. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى والله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش بقى تعملوا بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه نهائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.